السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن مكرونة في الفرن بطعم حكاية يخلي كل اللي يدوقه يقولك عاملة ازاي. اهلا بكم في قناتي طبخة وتفصيلة. معاكم ام نور. يلا نبدأ مع بعض ونشوف عملنا الطاجن ده ازاي. واقل من ربع كيلو لحمة ويكفي 5 افراد. بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. الشكل جميل والطعم احلى. معايا هنا كيلو الا ربع طماطم غسلته وهخلطه في الخلاط. هحط عليه 3 فصوص ثوم وبصلة صغير. بعد ما ضربنا الطماطم في الخلاط حلة على النار ونحط فيها معلقتين زيت، نسيبهم يسخنوا شوية، وبعد كده هنزل بالطماطم اللي خلطتها معاكم، وهنزل عليها بالتوابل: معلقة كزبرة كبيرة، نص معلقة بابريكا، معلقة ملح، نص معلقة سكر، نص معلقة فلفل اسود وورق لورا. وهنزل بمعلقة صلصة. طاسة على النار هبشر فيها بصلتين. انا حطيت هنا مكعب مرقة، اختيار اللي حابب يحط، حابب مش حابب خلاص. هنا بعد ما البصلة دبلت ونزلت عليها بالزيت، حطيت عليها حبتين فلفل، وبعد كده نزلت عليهم اقل من ربع كيلو، يعني ممكن 200 جرام من اللحم، وقلبتهم مع بعض. اقلب فيهم لحد ما اللحمة تتشوح. هنا الطماطم بتاعتنا اتسبكت ما شاء الله. هنزل عليها بكوباية مية كبيرة واقلبها واسيبها لحد ما تغلي. هنا انا بدوق الملح. رجعت تاني قلبت اللحمة. هنا حسيتها عايزة ملح، حطيت لها شوية ملح تاني. هنا قطعت على اللحمة حباية طماطم ومعلقة صلصة وقلبتهم، ونزلت عليها بالتوابل: شوية فلفل اسود وشوية كمون وشوية كزبرة ناشفة وشوية ملح. كده اللحمة جهزت معانا ما شاء الله. معايا صينية هنزل باللحمة اللي عملتها في الصينية واسويها كده كويس، وانزل عليها بالمكرونة. هنا المكرونة بتاعتنا مش بنسلقها خالص، هي زي ما هي كده، وما تقلقيش هتستوي، لان الصلصة بتاعتنا ما تغلى على النار ساخنة يعني. وانا مولع الفرن قبليها يعني على درجة حرارة 200. هنا انا هزودها بالصلصة بعد ما دقتها وتأكدت من ملحها كويس وهي تمام وزي الفل. لازم كمية الصلصة تكون مغطية المكرونة زي كده. هزيتها هزة شوية عشان تدخل جواها كلها الصلصة. بعد كده اغطيها بفويل، لو ما عندكش فويل غطا عادي يعني يكون قد مقاس الصينية. انا دخلتها هنا على ارضية الفرن مش على الشبكة. هنا بعد ما كملت تلت ساعة حسيت ان هي استوت، طلعتها من الفرن. بسم الله ما شاء الله، ديكوا شايفين شكلها تحفة ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا انا شلت ورق اللورة وحطيت جبنة موزاريلا كانت عندي، اللي عنده يحط، اللي ما عندوش اما تتاكل كده وزي الفل. احطها على الشواية بس دقيقتين الجبنة تسيح واطلعها. هنا بعد ما طلعت بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. جربوها وقولوا رأيكم في الكومنتات. ما شاء الله سريعة ومش بتاخد وقت خالص. انا هنا هقلبها سخنة
بعد ما طلعت ما كملتش دقيقة انا كنت قلبها على طول. وقت ما طلعت قلبتها. مش بتاخد وقت، اللي يكون عنده شغل يعني كده حاجة سريعة خلال نص ساعة تكون معمولة وطعمها جميل ما شاء الله. جربوها. هنا بحاول احوش الصينية بس هي لسه ساخنة شوية مش قادرة. ما شاء الله ما شاء الله حشناها، الله اكبر. شايفين حلو ازاي وطعمه احلى من المطاعم ما شاء الله. جربوها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واستنوني في وصفات اقوى واطيب باذن الله. والسلام ختام.